بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أرحب بكم في الحلقة رقم 66 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أهلا بكم في رحاب هذه الحلقة. نتحدث عن كأس العالم الذي انفض السامري به قبل أيام. نتحدث عن هذه المناسبة من رؤية إسلامية، ولما نقول من رؤية إسلامية بناء على ما قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء حلال في هذه الدنيا من حركاتنا نحن كبشر، يعني موجود في هذا القرآن الكريم. ولذلك بحثت في المكتبة الإلكترونية وغيرها عن شيء يربط الرياضة بالإسلام. فبحمده تعالى وجدت في إسلام أونلاين يتحدثون عن تاريخ الرياضة في الإسلام من خلال الأحاديث النبوية الشريفة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، إلى آخر الآية الكريمة. وقد كتب الشيخ محمد عمو في إسلام أونلاين تحت عنوان تاريخ الرياضة في الإسلام من خلال الأحاديث النبوية مقالة غاية في الأهمية. أنا بكل معاني الشكر والتقدير للشيخ محمد أتشرف أن أقرأ عليكم تلك المقالة تعليق على ما شهدته دولة قطر الشقيقة في مونديال 2022. يقول الكاتب محمد: أخذت الرياضة في الإسلام في تاريخ المجتمعات الإنسانية عموما مكانة عالية تكشف لنا عن التصاقها بروح المجتمع، نعم، مهما كانت ثقافته أو ديانته أو بيئته أو تاريخه. وانطلاقا من هذه الحقيقة التاريخية يمكن القول إن الرياضة كانت ولا تزال وستظل تمثل حاجة اجتماعية ضرورية للإنسان في كل زمان ومكان. والإسلام دعانا، وسنرى كيف دعانا إلى الاهتمام بالرياضة وإلى الاهتمام أن يكون جسمنا سليما. الأمر الذي دفع بعض الكتاب إلى التأليف حول العلاقة التاريخية بين الرياضة والمجتمعات عبر مراحل التاريخ المتعددة. ويبدو لنا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن كتاب الرياضة والمجتمع لأيمن أنور الخولي من أهم الكتب العربية التي ركزت على العلاقة التاريخية بين الرياضة والمجتمع من أجل استجلاء أبعاد المغزى الاجتماعي للرياضة، حيث أكد في مقدمة عمله أن الرياضة تعد من الأنشطة الإنسانية المهمة، فلا يكاد مجتمع يخلو من المجتمعات الإنسانية من شكل من أشكال الرياضة بغض النظر عن درجة تقدم أو تخلف هذا المجتمع. وقد خرج من رحم هذه العلاقة القديمة المتجددة بين الرياضة والمجتمعات علم جديد يسمى علم اجتماع الرياضة، أولاه الباحثون الرياضيون أهمية خاصة. وقد نكون في غنى عن القول كما يقول إن المجتمع الإسلامي كأي مجتمع إنساني كانت له علاقة بالرياضة باعتبارها حاجة اجتماعية مستمرة، ومن أجل الوقوف على جوانب مختلفة في تاريخ الرياضة في الإسلام سنقوم من خلال هذه المقالة بجولة سريعة في كتاب الأربعون الرياضية، 40 حديثا في فضائل الرياضة، سبحان الله، لمؤلفه محمد خير رمضان يوسف، حيث نعتبر أن هذا الكتاب مهم في بابه ويحتاج القارئ المسلم والمطلع المسلم الآن أن يطلع عليه، أي المشاهد، ليأخذ ثقافة شرعية صحيحة عن عالم الرياضة. لكن يقول الكاتب قبل الانتقال إلى نقاش المحتوى: لا بد من القول إن المؤلف قام من خلال هذا الكتاب بغربلة كتب الحديث الشريف، فجمع الأحاديث الصحيحة المتعلقة بمختلف مجالات الرياضة. بذلك استطاع أن يقدم لنا صورة عن مكانة الرياضة
وأنواعها وفوائدها وأخلاقياتها في تاريخ الإسلام، وألمح إلى منهج الدراسة ودوافعها وأهدافها وحدودها، حيث قال إن كتابه هذا ليس شاملا لأنواع الرياضة أو الرياضات في الإسلام، ولا هو معالجة موضوعية لجوانبها المتعددة، بل هو مساهمة وتذكير لجوانب منها ما يدل عليها مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة الكريمة الصحيحة. يقول: مكانة الرياضة في الإسلام. لا شك أن الرياضة عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة لها مكانة كبيرة في الإسلام، والحقيقة أن المطالع للمصدرين الأساسيين في الإسلام، القرآن الكريم والسنة النبوية، لا يحتاج أن يبذل جهدا كبيرا لكي يقف على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تشير إلى مكانة الرياضة وتحث الإنسان على ممارستها. ففي القرآن الكريم مثلا نقرأ قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال الآية 60. وفي الحديث الشريف نطالع قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود بقوة في الآية القرآنية السابقة، فقال ابن عاشور: والقوة كمال صلاحية الأعضاء لعملها، فيما قال الواحدي بعد أن استعرض بعض الأقوال المختلفة قال: أهل التحقيق الأولى أن يقال هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو، ولا نخص شيئا دون شيء. كما اختلف علماء الحديث في معنى القوة المشار إليها في الحديث النبوي، فذهب النووي إلى أن المراد بالقوة عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيما ذهب آخر إلى أنها تشمل عدة معاني، ومنها الرياضة التي نتحدث عنها الآن. عزيزي المشاهد، المشاهدون الكرام، ما رأيكم أن نتوقف في استراحة قصيرة نكمل هذا المقال، ثم ما تبقى من وقت هذا البرنامج أقرأ لكم الرائية أو جانبا منها إن شاء الله. هذه قناة سلام المباركة، منها أحدثكم في برنامج مع اللغة العربية. لحظات وأعود إليكم بحوله تعالى. المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة، عدنا بحمد الله وقوته ومنه. عن فوائد الرياضة يقول الشيخ محمد: وللرياضة فوائد عديدة يصعب حصرها في هذا المضمار، ولكن من أهمها إعطاء الجسم حقها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لجسمك عليك حقا. كما أن من مميزات وفوائد الرياضة في الإسلام أنها ليست هدفا في ذاتها، بل وسيلة للأعمال الصالحة. لذلك يحتاج الرياضي أن يسأل نفسه: هل دائما قام بأعمال دعوية تناسب صحته وقوة جسده؟ وقد قرأت في واحد من الأخبار عزيز المشاهد أن واحد من المنتخب المغربي أي عائد مادي يعود إليه من عمله ونشاطه ومنافساته وانضمامه لكثير من الأندية حتى الأوروبية يذهب إلى المرضى في المستشفيات، وربما هو لمعالجة السرطان، مرضى السرطان. فهنالك الخيرون والحمد لله. وهذا شيء من أشياء الدعوة إلى الله ومساعدة الناس عبر هذه الرياضة. وعبر الرياضة والله نحن ممكن كمسلمين وعرب نحقق أشياء كثيرة جدا جدا نحن بحاجة إليها، وربما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أن يلفت عناية قادتنا وأمراءنا وملوكنا، يعني أن يتقوا الله فينا ويهتموا بالرياضة، لأنه عبر الرياضة اليوم يمكن أن نصدر هذا الإسلام بكل سهولة، ونحارب كل السيناريوهات التي يعني تستهدف الإسلام، تستهدف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تستهدف قيم الإسلام، تستهدف الإسلام بذاته عبر الرياضة. وأنا لأن المجال هنا مجال رياضة، عبر الاهتمام بالرياضة والتمسك بالقيم الدينية الإسلامية الحنيفة يمكننا أن نصدر الإسلام وندعو بالحسنى، وسيدخل الناس، لأن هذه المحبوبة يعني
تقريبا بشهادة الفيفا شاهد هذا الكاس قرابة 5 مليار، يعني أكثر من 90% من سكان العالم شاهدوا هذا، ولأول مرة يشاهدها الفقراء والميسورون يعني. عشان كده أنا في الرأي قلت قطر فتحت الباب لأولي العسر والفقراء، أول مرة الفقراء يشوفوا. هذا هو كرم الإسلام وقيمه. لو كان كل ما المباريات والمونديالات التي كانت تنظم خارج قطر كلها كانت خارج المنظومة العربية والإسلامية وحتى الإفريقية، كلها كانت مشفرة واستثمار. قطر لم تستثمر، لكنها استثمرت في الدعوة إلى ثقافة المسلمين، إلى ثقافة العرب. وهذه واحدة من القيم التي يدعو إليها الإسلام، أن نصدر الإسلام بأدوات العصر. الكرة وحدة، المنشط الرياضي سواء كان كرة قدم أو غيرها، واحد من أدوات العصر، ولأنها تستجمع وتستهوي مليارات من البشر. بالتالي أيها الشيوخ، أنا أدعو من هنا شيوخنا الدعاء أن يهتموا بهذا الجانب. رسالة خطر أعتقد ينبغي أن نقرأها نحن حتى كدعاء، العلماء أعني وليس كإعلاميين. الإعلاميين مفروض عليهم، لكن أن نوظف برضو أن نوظف الرياضة بقيم الإسلام وقيم القيم النبيلة للإسلام. لكن علماءنا الذين لم يشاهدوا الكرة بتاع، أنا أعتقد أن قطر قدمت درس ونموذج، أن تكون فاهم أدوات عصرك وتدعو بما يتوجب عليك دعمه. يقول الكاتب، أعود إلى مقالة تاريخ الرياضة في الإسلام: ولعل من أهم فوائد ممارسة الرياضة أيضا أنها تكسب الإنسان القدرة على الدفاع عن نفسه أولا وممتلكاته وعرضه ودمه وأهله وجيرانه. وأكد المؤلف حاجة الإنسان إلى تعلم بعض ألعاب الصراع والدفاع عن النفس، كما أشار إلى أن هذه الألعاب ليست سلبيات حذر منها الشرع، منها أن تستخدم في غير موضعها الصحيح لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين، مثل المصارعة وغيرها. ولا تقتصر فوائد الرياضة على ما سبق ذكره، بل هناك أيضا فوائد أخرى عديدة، منها أن الرياضة تنقل الإنسان إلى عالم الفروسية، فتعلمه بعض الألعاب والمهارات الشريفة مثل ركوب الخيل والرمي واللعب بالحراب والرماح والمبارزة والصيد. ثم إن فوائد الرياضة تتعدد بتعدد أنواعها وأشكالها، ولهذا فإن ممارسة أي رياضة ستضيف فائدة جديدة للإنسان ينتفع منها جسمه وعقله. وفي أنواع الرياضة تحدث كثيرا الكاتب، فيقول هنالك عدة أنواع من الرياضة. أولا رياضة المشي، تدخل تحتها عدة أنواع: المشي العادي والهرولة والجري، وهناك المشي في مناسك الحج، والمشي إلى المسجد أو المساجد، والسير خلف الجنازة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا ماشيا فيصلي فيه ركعتين. وفي حمى يثرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. نعم. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله، حتى إذا رهقني اللحم فسبقني فقال: هذه بتلك. نعم. يعني ديننا شامل لكل شيء. ومنها رياضة المصارعة. روى أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركان عن أبيه أن ركان صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا رياضة الملاكمة. جاء في الحديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. سبحان الله. عشان كده ممنوع أنك تضرب كف حتى الإنسان العادي. وقد ذهب المؤلف إلى أن هذا الحديث يدل على تحريم الملاكمة لأنها قائمة على الضرب في الوجه. طبعا حرفت أشياء كثيرة. رياضة المبارزة من أنواع الرياضة يعني. ومن الأمثلة عليها المبارزة المشهورة التي حدث في غزوة بدر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه الشجعان: علي وحمزة رضي الله عنه وأرضاه وعبيدة بن الحارث
بن عبد المطلب بمبارزة شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة، الوليد ذاته. خامسا رياضة الصيد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حكم الصيد فقال: وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك والمعلم فاذكر الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. سادسا ركوب الخيل وتعلم السباحة. جاء في الحديث: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. يبدو أن إيجابيات الرياضة عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة كما يرى الكاتب لا تقتصر على الجانب الدنيوي فقط، بل تتجاوزه إلى الجانب الأخروي. والظاهر أن المؤلف تنبه إلى هذه المسألة المهمة فخصص صفحات عدة للحديث عن رياضة الرمي وحدها، حيث استعرض عدة أحاديث نبوية تكشف عن مفهوم الرمي في الإسلام ومكانته وأحكامه وفوائده الدنيوية والأخروية. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. في هذا الحديث أو في هذا السياق نقل المؤلف تعليق الإمام النووي على الحديث السابق، حيث قال: وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك. وهكذا يبدو جليا أن السنة النبوية عزيز المشاهد تدعو إلى تعلم الرمي وممارسته. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أسلم ينتظلون فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. ويكفي الرمي قيمة أنه من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد له. وهناك حديث آخر يشير إلى أفضلية الرمي على ركوب الخيل نظرا للأدوار الكثيرة التي يؤديها السهم ولا يستطيع الفرس القيام بها. وقد أشار إلى بعض هذه الأدوار صاحب مغني المحتاج وصاحب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. ويمكن أن نفهم من بعض الأحاديث النبوية أن اللهو بالسهم يعد لهوا هادفا ونبيلا، بالسهم يعني يعد لهوا هادفا ونبيلا ومطلوبا. فقد جاء في الحديث: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ولعل مما يؤكد قيمة الرمي أكثر أن نسيانه يعتبر من الأمور غير المحببة شرعا، حيث جاء في الحديث: من علم الرمي أو تعلمه ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهناك عن الأخلاق الرياضية وتحدث الكاتب. يعني عموما عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة ما ذكرناه من أحاديث فيما ورد لمقالة الشيخ محمد قد يكون فيها بعض الحديث ربما حديث أحاد، وقد تكون ضعيفة، وقد تكون غير ذلك، ولكنها أيضا تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى التحلي وإلى أخذ القوة. على كل إن كان لعلمائنا رأي فيما ذكرناه من أحاديث يفيدوننا ويفيد المشاهدون الكرام، ونحن عبر هذا البرنامج على أتم الاستعداد للالتقاء بهم والحديث إليهم، ونتحدث عن الدعوة إلى الإسلام عبر الرياضة الموجودة الآن، خاصة كرة القدم. كرة القدم هذه يتجمع حولها مليارات من البشر، فأهيب وأدعو وأنا على أتم الاستعداد للالتقاء بالشيوخ والحديث عن هذه الرياضة. مشاهدينا الكرام، فيما تبقى من وقت أستسمحكم وبكل سعادة وحضور
لكي أقرأ عليكم ما كتبته في الرائية اللي هي وأتحدث فيها عن المونديال الأخير اللي هو كأس العالم قطر 2022. لحظات وأعود إليكم عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. قلت في الرائية عزيز المشاهد، وأنا هديت هذه الرائية رائية كأس العالم قطر 2022 وسميتها رائية المونديال، أهديها إلى دولة قطر أميرا وشعبه وإلى الرياضيين عموما، أهديها كذلك إلى أسود الأطلسي المنتخب المغربي، وأهديها كذلك إلى المنتخب السعودي، وأهديها إلى المنتخب التونسي، وأهديها إلى كل المسلمين والعرب، وأهديها إلى أخواننا الأفارقة والآسيويين، أهديها إلى العالم كله. فقلت في هذه الرائية، وبحمد الله سبحانه وتعالى وفقت في ما وددت أن أستعرضه، هي ما فيهاش كلمات صعبة، وأنا ما حتوقف في شرح الكلمات، هي كلمات عادية. فقلت فيها: ولا زمان البلا هيا اعزف الوتر، ولا زمان البلا هيا اعزف الوتر، وشنف الروح والأسماع والبصر، وردد اللحن منغوما بأهزوجة غنى الحبور بها يا دهر منتصرا. وردد اللحن منغوما بأهزوجة غنى الحبور بها يا دهر منتصرا، انثر علينا عطور الزهو منتشيا، أعد شموخ الأولى بل جدد الخبر. واصدح رباب الهوى، واصدح رباب الهوى من بعد ما يئست دهرا من العمر صه، لم ننشد القمر، جمع صفوف الحسان الخضر أن لنا شهدا من النصر ما أحلاه منهمرا. طبعا هذا الفرح جاءنا طبعا في زمن الهزائم، وأنا نظرت إلى هذا المونديال وهذه المناسبة أنها فتحا مبينا، فقلت: هذا زماننا والأيام مترعة، فالشوق معتسل والخزي منكسرا، فاشرح فؤادنا أفراحا وتصدية، شاق الزمان بنا دهرا وما حضر. نعم، نحن لنا زمن لم نصفق، حتى المكاء ما محبب كثير عندنا كثقافة إسلامية، زي ما كان الذين لم يؤمنوا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لكننا هذا التصفيق تصدية حتى في ثقافتنا في حالة الفرح تصفق يعني. فقلت: فانشر فؤادنا أفراحا وتصدية، شاق الزمان بنا دهرا وما حضر، صداح أغنية عنوان منتصر، لم تنبت الشمس نوارا ولا زهر، عاد الزمان الذي طارت بلابله. نعم، عاد الزمان الذي طارت بلابله، نأيا بلا وجهة، مسرا بلا وطرا. والبلابل هنا أعني بها حاجات كثيرة يعني. عاد الزمان التي طارت بلابله، نأيا بلا وجهة، مسرا بلا وطرا، حنت إلى ربعنا الميمون أفئدة، أهلا تقول قطر مرحى بمن حضر. أهلا تقول قطر مرحى بمن حضر، تباعدت بيننا الأفراح ما فتئت، تباعدت بيننا الأفراح ما فتئت، ردحا من الدهر زاغ القلب معتصرا، حتى شممنا شموس النصر شامخة من دوحة العرب، تبيانا لما اختمر. هنالك من ضرب على عقولهم الخمار، وأصبحوا لا يرون في الإسلام وفي العروبة إلا ذلك العداء والتفجير والإرهاب وما إلى ذلك، كلها مزاعم وأباطيل. حتى شممنا شموس النصر شامخة من دوحة العرب، تبيانا لما اختمر، ورغم ذلك
تأفكوا من الإفك، تأفكوا لخروج الكأس من دورهم. كيف تنظم دولة عربية إسلامية كأس العالم؟ تأفكوا لخروج الكأس من دورهم، أن تستضيف رؤاه العرب كيف ترى تفوز به وفقا لمقدرة، كما يعانق شوق الروح معتمرا. قطر أخذت كأس العالم لأن الكأس خرج من بيتها وسلمه الأمير إلى الفريق الفائز. نحن أخذنا الكأس العالم كأمة عربية إسلامية. هذه قناعة. بعدين يأخذه من بضربة جزاء يا صدف هي أصلا. لذلك أن تستضيف رؤاه العرب كيف ترى تفوز به وفقا لمكرمة أو وفقا لمقدرة، ليست مكرمة. ترى تفوز به وفقا لمقدرة، كما يعانق شوق الروح معتمرا. في ذلك الوقت وولولت في جموع الخلق سادرة دول ومنظمات وأمم، وولولت الولولة في جموع الخلق سادرة، ما سرها أن ترى زيدا يزين قرى. نعم، ممكن ويليام جيمس أي حاجة، لكن أن يكون زيدا يزين قرى، وأن ذا فارسا في قلبه دوحة، وفي فارس آخر في قلبه دوحة يسوسها باذلا يمناه ما جأر. لم يجر لم يصرح ذاته. شق الصحارى ينابيعا مزركشة، وبدل الملعب المصفر مختضرا، وزين الأرض ممراحا تهيم بها خضر العيون لها مأوى ومهد قرى. خضر العيون قالوا قطر دي حتفشل، ما حتنظم وحتقول يا جماعة 12 عام قطر تعمل في الخفاء في صمت، ومنتظرين انه قطر تقول يا جماعة خلاص يا جماعة شيلوا مننا كأس العالم مش قادرين. فخضر العيون يعني استغربوا. وزين الأرض، العقل العربي، ممراحا تهيم بها خضر العيون لها مأوى، ليس مجرد شوفة، لا مأوى. لأول مرة في كأس العالم لم تسجل مخالفة قتل ولا سجن ولا ضرب ولا إهانة ولا كل شيء. أول مرة. خضر العيون لها مأوى، وعشان كده أنا قلت مأوى ومهد قرى، كرم لم يشهدوه أبدا. داخلين يوزعوا لهم حلاوة ويوزعوا لهم زهور ويوزعوا لهم أزاير ويوزعوا لهم ابتسامات والتحيات لله يعني. ومهد قرى والكرم. وأذن الفجر، لذلك قلت وأذن الفجر في الدنيا صدى سؤدد. هذه لم تكن مجرد كرة قدم بالمناسبة. وأذن الفجر في الدنيا صدى سؤدد، الله أكبر يا دنيا أتاك حراء. غار حراء بكل ما جاء به من قيم ومثل ونبل وأخلاق وشمم. قلت يا دنيا أتاك حراء. وهكذا يأتي ينشر الإسلام بقيمه. فلا عدنان قلت للكأس من زمن، ما هم عدنان وقحطان عايشين من زمان يعني. فلا عدنان قلت للكأس من زمن، ولا قحطان اشتهت هذا الذي ظهر. تلقفته لسنين عديدة ذلك الكأس وهذه المناسبة، وكأنه هو حرز وكذا حاجة محصورة. لا ينظم المونديال إلا في دول غربية، دول لا بد تتحدث، لا تقول الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم، تتحدث لازم فرنسي إنجليزي أمريكي وهكذا. يعني لا بد أن ينظم. والله حتى في دول برضو غير عربية ما كان مسموح لها يعني. تحت مزاعم ويشترطوا أشياء وكذا. حتى القرعات دي برضو هي تطبخ من الداخل. لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى مع كل تلك المؤامرات جاءت القرعة وقطر تقدمت فبرز جاءت اسمها، والحمد لله وخيرا فعلت يعني. خير، شكرا لك يا الله. تلقفته دويلات تظن به، ذلك الكاس كانت تتلقفه دويلات تظن به ظلما لمن بيديه الجهل قد قبر. يقول لا، هؤلاء العرب والمسلمون لا ينظمون، ونحن الذين بيدينا دفن جهل وأمية أولئك الشعوب والأمم ظلما لمن بيديه الجهل قد قبر، وأنه ثقف الأعجام قاطبة. العقل العربي المسلم
ثقف الأعجام قاطبة وهذب العقل. وأن تثقف الأعجام، تثقيف الشيء يعني بريه وخليه يستخدم لشيء. وأنه ثقف الأعجام قاطبة وهذب العقل بعدما قد ضل واشتجر. ضاقت به أنفس للعرب كارهة، والعرب إن حزمت لا شيء معتكرا. أسد العروبة والإسلام ما عرفت، أسد العروبة والإسلام ما عرفت دور الفرنجة حقا غيرهم أمرا. هم الذين أزالوا الجهل عن حتى غدا علمهم في الكون منتشرا. كل العلوم عناوين تقول لنا طليطلة قرطبة جيان عين ذرى. هذه نماذج للحضارة الإسلامية والحضارة العربية. كل العلوم عناوين تقول لنا، أنا أرمز طليطلة قرطبة جيان عين ذرى. لولا عقول بني الأعراب ما عرفت الفرنجة لا بطنا ولا ظهرا. والله كان سيعيش إلى هذا العصر في أمية فاحشة ضاربة قاتلة. وعندما جاء أولئك الذين أتوا زمرا وأفرادا وجماعات، تكحلت أعين الآتين في لهف. مثنى رباع وأحلافا أتوا زمرا. تكحلت، والإنسان لا يتكحل إلا بالشيء الجميل. رغم ذلك تشاطنوا أعلنوا آثامهم سفها، وأضمروا في البساط السوء والضرر. تخيل فريق يجي بشعار المثليين، شعار قوم لوط يعني، ويقول لابد أن يأتي ويرفع الشعارات. قالت خطر، لا، هذا ليس من ديننا في شيء. تشاطنوا أعلنوا آثامهم سفها، وأضمروا في البساط السوء والضرر، ولوحوا أنهم آتون من مرج لا ترتضي غير ذاك النصر والظفر. نصرهم ترويج لفواحش وأشياء، والظفر بالكأس وما إلى ذلك. سيرجعون وكأس النصر في يدهم كما تعود رودريغو وقبل جرى. هذه أسماء بتاعت لعيبة يعني. لكنهم ولسوء الحظ قد فجعوا بما أعدت أسود البدن والصحراء. نحن العرب أسود البدن والصحراء، والبدن جعلناها لكم، والصحراء حتى الذين جاءوا من المغرب وبتاع، هؤلاء الناس تمكنوا من إخراج البرازيل، البرتغال، إسبانيا، أوروغواي. فرنسا ذات التي أخذت كأس العالم هزمت من الفريق ولعبت معه مرة ثانية. ولولا الحظ كان المغاربة اليوم يأخذ هذا الكأس بشهادة كثير حتى من كبار الرياضيين. قائد المنتخب الكرواتي الذي خرج الثالث قال هذا الكأس كان من نصيب المغرب، لولا الظلم والجور الذي مارسه الحكم الذي حكم بين المغرب وفرنسا. ضربتي جزاء مستحقة يعني، لكنها مؤامرات. وعلى الرغم من ذلك برضو المغرب جاء في المرتبة الرابعة، وأخذنا نحن الكأس كأمة عربية إسلامية نعتز ونفتخر يعني أن نظمنا. لكنهم ولسوء الحظ قد فجعوا بما أعدت أسود البدن والصحراء. ذاك السعودي الذي قد جاء مؤتزرا من الإزار عزم التلاحم مخضلا وما هجر. ما هجر قيمه ولا مبادئ، فقدم العزف أفنانا وفي رجله يحرز الهدف فيسجد لله سبحانه وتعالى شاكرا ويوحد. ذاك السعودي الذي قد جاء مؤتزرا عزم التلاحم مخضلا وما هجر. فقدم العزف أفنانا وفي رجله تختال ترقص في تطريب ما ادكر. مثل الغزال طروب اللعب أتقنها، ما أن يهز كرات تستبيه كرة. والله المنتخب السعودي كان منتخب ممتاز وشاوف النصر. المنتخب السعودي شاوف النصر والآمال باسمة، يعني هو كان برضو كان مفروض يدخل. حتى تسلمها أسد البراري فرى.
هذا السعودي سلمها لأسد البراري، الأخوان المغاربة الأمازيغيين الذين جاءون من هناك، من موطن العز جاء الشبل مؤتلقا، أولئك الأسد، والشبل جاء مؤتلقا من مغرب الشرق المغربي، سرى في جنح الليل، والإنسان لا يسري في جنح الليل إلا أن يكون قويا بالمناسبة. من موطن العز جاء الشبل مؤتلقا، من مغرب الشمس المغربي سرى. وربما كانت لحكمة أن سرى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما كان يمكن أن يذهب بالنهار، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى هكذا اقتضت أن يسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أقول في القصيدة الرائية: من موطن العز جاء الشبل مؤتلقا، من مغرب الشرق المغربي سرى، شم العرانين آساد تملكها، تاريخ أسلافهم أولي النهى دررا. طبعا، وكيف لا وهو الميدان تعرفه. أنا لا أعني ميدان الكرة فقط، لا، هذا الميدان نعني به ميدان ملاحم والفتوحات والغزوات والمعارك والفتوحات. تاريخ أسلافهم أولي النهى دررا، وكيف لا وهو الميدان تعرفه. هو التضحية والفداء والاستشهاد من أجل هذا الدين الحنيف، ذاك الذي فتح الأمصار والحضر. وحدين ربما يفتكروا الأمصار والحضر واحد، لا، ما حضر، مش واحد، تشابه قريب، لكن الأمصار غير الحضر. ذاك الذي فتح الأمصار والحضر ابن الزياد، طارق بن زياد رضي الله عنه، ابن الزياد الذي قد طار من مغرب، طار كالقدر ينازل الشرك والطاغوت والكفر. ابن الزياد الذي قد طار من مغرب ينازل الشرك والطاغوت والكفر، حتى جلاها وأشفاها، مسلمة أرواحها للذي قد حرم الكفر. حرم الكفر، سقاها أندلسا إيمان مؤمنة، سق الأندلس إيمان مؤمنة، تجددت روحها أن ضيعت عمرا. الأندلس كانت ضائعة، لكن تجددت بفتح الإسلام. تجددت روحها أن ضيعت عمرا، تعبدت بإله واحد أحدا، وحطمت عن رضا أوثان والحجر. كلها حطمت كما حطمت الأصنام والأوثان التي كانت في مكة المكرمة. وتحررت الأندلس فأصبحت، وحطمت عن رضا الأوثان والحجر، فأصبحت قبلة التنوير ضاحكة تستشرف الفجر والتاريخ والسير. معالم، حقيقة معالم لم تزل تضوي. نعم، تلك المعالم حتى وقد خرج منها المسلمون وعادت إلى كفرها بعد إيمان طويل استمر رضحا من الزمن، لكن لا تزال معالم الإسلام والحضارة والعروبة معالم لم تزل تضوي، وما انطفأت هي تضيء. أسراجها تستهيم الشانئ الأشرة. تلك الأسراج تستهيم أولئك الذين يعيشون على الشنآن الشانئ الأشرة، تستهيمه ويقول: أقول كانت هذه حضارة، هؤلاء كانوا يحكمون هؤلاء وهؤلاء، وقد تعود إلى مجد الذين خلوا. قد تعود، ما في شك، من بعد ما جحدوا شرع الذي أمر. أصلا لم تنهزم أمتنا هناك في الأندلس لأنه جحدوا شرع الله الذي أمرهم، فتفرقوا ودخلوا في أشياء وتنازعوا وفشلوا، فذهبت ريحهم، يعني زي ما قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. إن تتقوا الله يسلمكم خلافته. يسلمكم تاني خلافته من جديد إن اتقينا الله. إن تتقوا الله يسلمكم خلافته، وإن تعادوه يخذلكم كما ذكر.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل القرآن في قيمه إذا أعاديت الله سبحانه وتعالى يخذلك، كما ذكر في كتابه وفي أحاديث النبوية الشريفة. لكن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكثير من الآيات أنت تعلمها عزيزي المشاهد أكثر مني، فقلت أنا إن تتقوا الله يسلمكم خلافته. والإنسان خليفة الله في الأرض، المؤمن بالذات خليفة الله في الأرض. إن تتقوا الله يسلمكم خلافته، وإن تعادوه يخذلكم. كما ذكر: عدت إلى الرياضة فل الأسود قيود الذل أشرعة، والأطلسي هما توقا وقد بهر بالعزم منتزعا، من فك محترف مجدا نقريه في الروحات والبكرة. بكرة وعشية يعني. بعدين أشرت إلى الرياضيين: بونو فقد شفها مرت إلى نايف. هذه أسماء المنتخب المغربي. حكيمي أحكم سد الخط مستعرة، نصير أفشل ما قد خطه نفر، رومان أكد أن النصر قد عبر. ذاك الحكيم أتى من كل ناحية، سفيان زلزل ذاك الخوف والخطر، أناهي عز بعز الدين منتصرا، تساءبت كرة هامت بخد كرة، زياش عقلها راحت تغازله، حتى استقرت شباك الخصم مستترة. نصير قال لنا: يا إخوتي خبرا، ركراك دربنا كالأسد إذ زأر. بوفال صال وجال كيفما عزفت، أسد الأمازيقيين خصمهم دحر. من يحسب المونديال لهفا أو تلهية، من يحسب المونديال لهوا أو تلهية، لم يدرك العصر أن الفتح غزو كرة. يا قوم إن لنا عمرا نسر به، فقد رمينا زمان القلب منقعرا. لا نحسب المونديال لهوا أو تلهية. أنا في ظني لم يدرك العصر، من يحسب المونديال هو لهو وكذا، لم يدرك العصر أن الفتح غزو كرة. نحن هذه غزوات العصرية المعاصرة. هذا هو المونديال الفرد مذ عرفت أناس الكون من جار ومن نصر. شهادة الفيفا تكفي في تصاريحه بأن دوحة فاقت الأشباه والنظر. أشباههم وأشباه والنظر والنظائر يعني. ضبطا وأمنا وإمتاعا لمحبوبة، استمتع الكون بالكأس الذي ستر. مشفرات هي الألعاب عندهم. كان مسرورا بتلك الشفرات. لازم تدفع MBC ما بعرف شنو، ولمن يدفع وبتاع، لازم أن تدفع عشان تشاهد. إلا هذا الكأس. مشفرات هي الألعاب عندهم، أولو التجارة والأقمار والصور، حتى أتتهم قطر في دوحها كرم. هذا هو المجتمع الإسلامي. حتى أتتهم قطر في دوحها كرم، وسهلت طرق أولي العسر والفقراء. هي العروبة ما إن شمرت صدقت، وما أضرت بمن أحنى لها وطرا. والله العربي الجاهلي، خليك من الإسلام بعد أن تسلح بقيم الإسلام. الجاهلي العربي لم يخن أخاه، من ائتمنك أمنت عنده. شنو الأمم المتحدة وحقوق اللاجئين واللجوء السياسي وما إلى ذلك. هذه عرفتها أمتنا العربية والإسلامية قبل أولئك وهؤلاء. مؤمنا كل من آتوه مأمنهم، مؤمنا كل من آتوه مأمنهم، فهم بأمر القرى مأوى لمن قهر. بأمر الكرم، والكرم خصلة عربية صرفا لم تشاركها فيها أي من الأمم. بالمناسبة العالم الآخر ليس كريما، مصالح هي بس، تديه ويديك، يكرمك عايز منك شيء. إلا العربي يكرمك يعني، ودي ثقافة كده ربنا خلقها في أمة العرب. يكرم بأمر القرى. أنت إذا نزلت عندهم مؤمن. كعرب نحن نتحدث، وعندما جاء الإسلام أتم ذلك. والمونديال أقول والمونديال فتوح في تلاقحه، فتوح وليس فتحا واحدا، لمجدهم تمم المجد الذي ظهر.
عدت فقلت بنو تميم وأولي الفعل ما صخبوا كابن الفجاءة منهم جد معتبرا. قطري بن الفجاءة هو من هذه الدولة التي نظمت، وقطري بن الفجاءة رجل مشهور بقوته وصلابته. عندما حدثته نفسه بالجبن وكذا قال لا، ما فيش طريق عشان ما نطلع من المونديال. كابن الفجاءة منهم جد معتبرة، إذ قال قولا وقد سارت له مثلا قول النوازل والهيجة وقد زأر. لا تحسبوني أخاف الموت إن كشرت، بمعنى أنيابه، لا أنزوي أبدا من شر من غدر. قد فندت قطر قول الحقود ضحى، قد فندت قطر قول الحقود ضحى، وعددت صور البلوى وما استطر. فكل من وطئت أقدامه قطرا تنفس الخير أخيارا وما ذعرا. عضأ على إصبع التجهيل مندمة وما تصرم من أمن وما ادقرا. وقد تحالف أولي الضر من ملل ولفقوا تهما كي يمحقوا قطرا. مؤامرات كبرى، مش مؤامرات الكاس فقط، مؤامرات كبرى سياسية واقتصادية، ونسج ما نسج ليمحقوها، والمحق هو الإزالة يعني. ولفقوا تهما كي يمحقوا قطرا، تآمروا وتنادوا كل ما جهة، ونافقوا نسجوا ما أعجز البشر. أنا لما نسترجع التهم التي كانت توجه على دولة قطر زورا وبهتانا، إرهاب وما بعرف شنو، وانحنت قطر كل تلك العواصف، تآمروا وتنادوا كل ما جهة، كل العالم يعني، ونافقوا نسجوا ما أعجز البشر. لكنها سمقت في الشأو سائرة مثل الزلازل لم تترك لهم أثرا. وبينما هي كذلك سائرة حتى أتوها أسارى، مش يعني راضين، والإنسان لما يأتي أسيرا خلاص غاية حتى أتوها أسارى كلهم سجدا عجما وعربا، أتوا ما أعجب الفطر. نعم، حتى تآمروا من أولي العرب وأولي يعني دخلوا مع أولي الضرر من القربى من المسلمين حتى والعرب يعني في تلك المؤامرة. حتى أتوها أسارى كلهم سجدا عجما وعربا، أتوا ما أعجب الفطر. هذه رائية من أهداكم قبلها، تحية ملؤها قلب المنى أسمر. وقد تطاول ذاك الخزي مكترشا بأنني قد لاويت العون والظفر. فكيف يفهم من في بطنه أو في قلبه مرض، وكيف يعقل من للبطن قد نذر عمرا شنيئا وقوالا لشرذمة، مستكثرا سؤله ما قل أو كثر للأقربين بأفراخ وقد حرموا. أمام هذا الواقع البائس ذلك المقترش قلت يا أرض، حذفت أنا الياء، قلت أرض ابلعي واقلع الجاسوس والوبرا. هذه رائية من أهداكم قبلها، تحية ملؤها قلب المنى أسمر. اليوم عدت وقد آوتني أشرعة، هيما تفضفض في قلبي ما ستر. قلب يهيم بها حبا وما أزفت في دوحة العرب أنى يختفي القمر. أنت الوحيدة من آويت أفئدة، والله بصدق أقول لقطر أنت الوحيدة في عالمنا العربي والإسلامي. أعطيني دولة لجأ إليها قادة الفكر والرأي حتى قادة سياسيين. الدولة الوحيدة في منطقة الخليج والعالم العربي التي تؤوي المستضعفين في الأرض. أنت الوحيدة من آويت أفئدة عقلا ورأيا لها قد عز واصطبر. ضاقت بهم فسح الأوطان من ظلم، ففارقوا الأهل والمستقبل النظرا. لم يرضهم أبدا أولئك العقول ظلم الخؤون لهم، وما يحيك عدو خيره شررا. كانت له جنة فاضطر هجرتها، فقر البلاد جنانا قل أو كثر. فقر البلاد جنانا قل أو كثر إذا أمن الناس في أوطانهم.
فالثائرون أتوك آمنين ضحى. أنا أخاطب قطر. فالثائرون أتوك آمنين ضحى، والمسلمون تنادوا دوحة زمرا، حتى جبرت وأيم الله صادقة، ما كان في قلبهم كسرا وقد جبر. المونديال الذي قادته أفئدة متمما لتميم الفجر مقتدرا. حقيقة يعني هذا القائد الشاب والله نحييه تحية الإسلام الخالدة، وتحية العروبة الصامدة المؤتزرة بقيم الإسلام وتعاليمه. لم يتنازل. من أجل ماذا تتنازل؟ والله إذا ما تنازلت عن قيمك الخصم يحترمك. عشان كده قلت المونديال الذي قادته أفئدة متمما لتميم الفجر مقتدرة، واليوم جدت لنا مجدا نقلده. المونديال أتانا فاتحا سيرا، سيري بنا نحو شأو المجد قائدة. عز العزيز أعيدي مجدنا المغبرة، وتممي فتميم القطر إن له عقل يضمض ما قد فل وانكسر. وما أحوجنا أن نضمد جراحاتنا. تحية إكبار وتقدير واحترام ومعزة لقيم الإسلام والعروبة والدين، لقطر شعبا وأميرة، للرياضيين تحية لأمتنا العربية الإسلامية، تحية لمنتخب المغرب، تحية لمنتخب تونس، تحية لمنتخب السعودية، ولكل الأندية الإفريقية. وإن شاء الله نحن واعدون بإذن الله، وسنحقق دعوتنا ورسالتنا، شاء من شاء وأبى من أبى، باتجاهات وفتوحات مثل هذه. كنت معكم أيها الإخوة المشاهدون بحول الله تعالى وقوته محدثكم أحمد شريف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه أحمد شريف. تحياتي وتحيات زملائي في الإشراف والإخراج الفني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.